بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نشوف احنا نعمل. جبنا نص بانيه نعمله ايه شاورما، ونشوف طريقته معانا. دي جبناه وغسلناه، شوية ملح وعصرة ليمونة. هنا حطينا له الملح والليمون، ونحط له شوية خل برده معه، ونتبله بقى مع بعض. هنا معانا جبنة راس توم صغيرة اهيت، قشرناها وهنفرمها ايه في الكب. احنا هنا ايه معانا طحينة اهيت، هنفكها. احنا هنا حاطين لها مية سخنة عشان تفك معاك. اما تخف معانا نقوم حاطين لها ايه ليمونة، والدقة بتاعتها بقى ملحها ونحطه لها عليها ليمونة. انا حطينا لها شوية دقة، كمون، شطة، فلفل اسمر، ملح، بابريكا. عملناها حطينا لها ليمونة، عصرنا لها ليمونة وحطينا لها دقتها، والملح بقى ايه حسب ما انت تحبيه. حط لها شويه زيت وهنقلبها. هنحطها بقى في التلاجة إيه تبرد شويه عشان هي سخنه، والميه السخنه ديت، ونحطها ايه في التلاجة تسقع بقى. ايه نجيبها ايه بانيه ونقطعها زي ما احنا عاوزين، لان ما بتجيبيها شاورما جاهزه بتبقى البواقي بقى والتقطيع والحتت الناعمه اللي هي عند بتاع الفراخ بيلمها كلها في بعضها، وبقوم ايه عاملها لك ايه طبق شاورما وخلاص زي ما انت عاوزه. لكن هي ما تجيبيها كده بانيه وتقطعيه انتي، او عندك فراخ وقطعتها بتبقى برضك حلو كده او كده. هنقطعها اهو معاكم. نقطعها بالشنجر. هنا هي كده بعد ما كنا قطعناها بقى اهيت بتقطعها، بتبقى حلوه معاكي بدل ما تجيبها ايه متقطعه جاهزه، بتبقى النسير بتاعت بواقي الفراخ. التوم اللي احنا فرمناه هي ممكن تجيلها ايه يعني معلقه ايه كبيره. ماشي، هنحط لها ربع كوبايه خل، فلفل اسمر وملح. هنحط بصل بودر. هنا بعد ما حطينا الخل وتوم بودر وبصل بودر، حطينا لها بهارات 7 بهارات، ونحط لها شويه برضو رشه قرفه بسيطه. حطينا القرفه. عامه يعني الشاورما اي بهارات عندك بتحطيها. وهنحط لها برضو شويه جنزبيل. عندك بهارات للشاورما حطي كده شغاله وكده شغاله عادي. هنا هنقلب التتبيله اللي احنا عملناها ديت، ونحط عليها بقى الفراخ اللي احنا قطعناها. احنا غسلنا الفراخ ونقعناها بميه وملح وليمون وخل. هنتبلها ونسيبها ايه نص ساعة او ساعة حسب ما انت ايه وقتك ايه يسمح بقى. رشة سكر لان كنا نسيناها، بتدي طعم حلو اوي وعامة يعني ما بيكون في حاجة تتبيلة تحط لها رشة سكر، او تتبيلة فراخ تحط لها معلقة عسل. عندك موجود مش موجود حط سكر، كله بيقضي. في التلاجة بقى إيه شوية اللي احنا هنتبلها فيها، وعلى ما نخلص حاجتنا ونقوم عاملينها. بقى تسخن
عشان نعملها حطينا شويه زيت. ومعانا هنا ايه الفراخ اللي احنا تبلناها. هنعصرها بقى ايه، ننزل كل اللي فيها ده عشان ما تسرطش ميه في قلب الزيت. هي بس هننزلها ايه كلها في الصينيه وما هنقلبش، هنسيبها لما تنشف من ميتها واحنا عصرينها. مش هيبقى فيها ايه سوائل نازله ولا حاجه، هتتحمر. انهم ايه حاطين لها حاجه وملحها وتوابلها محطوطه، مش هتحط لها اي ملح ولا اي توابل تانية. سهله وبسيطه ومفيش فيها اي حاجه يعني شغل كتير ولا حاجه. هنا احنا بقى قطعنا الخضار بتاعنا اهو. قطعنا قرنين فلفل و3 حبات طماطم، هما دولت قرنين بس قرنين كبار، وبصلتين عليهم ايه يبقى على النص كيلو حلوين. كل ما تكتري في الخضار كترت معاك ايه الطبخه اللي بتعمليها. هنا ديت كده بعد ما كانت نشفت اهيت، لانها ما طلعتش ميه كتير، ما سردتش ميه كتير اهي، عشان ما قلبناهاش وصفينها ايه من الخل والحاجه بتاعتها اهي. نشفت من ميتها. هنحط لها بقى ايه البصل بتاعها اللي احنا قطعناه، وهنديها تقليبه برضو. هي كده اصلا كده يعني تعتبر استوت معانا، عشان هي متقطعه شرايح صغيره وتتبيلتها برضو تتبلت شويه، وتتبليها ايه وتسيبها مده كبيره. يعني ممكن تتبلها ايه الصبح لما تيجي تتغدي تعمليها، ممكن تتبليها على بيات عادي. كل ما الحاجه تتبل كل ما بتبقى احلى واحلى. هنا بعد ما حطينا البصل اهو وديبل بس حاجه بسيطه، هنحط الفلفل وتقليبه برضو، وهنقوم حاطين الطماطم وتوته توته. خلصت الحتوته، خلصنا. هنا حطينا الفلفل، نحط بقى الطماطم. نديها تقليبه. الطماطم اخر حاجه بتتحط عشان بتقوم ايه طافيه بقى خلاص كده، هي مستويه يعني مش هتغيب معاك في السويه ولا حاجه. بنحط الفلفل والطماطم في الاخر والتقليبه، ونحط لها ايه عود خضره. ده اختياري، عاوزه تحطيه حطيه، مش عاوزه خلاص انت ومزاجك. بس بنطفي بقى البوتاجاز على طول. انا كده حطيت الخضره واقوم طافيه عشان ايه الحاجه تفضل مقرمشه معاك. واول ساندوتش معانا بتاع عمر إيه شاورما يعني توميه. يعني المفروض ايه نعمل جنبها التوميه. احنا عملنا التوميه معاكم قبل كده، واعمليها وجربيها وشوفيها وقولنا ايه رايك فيها. ماشي، ومتنسيناش في التعليق. والكاتشب برضك عاملينه برضك معانا، وعملنا الطحينه برضك معاكم. دي كده خلاص اهيت بعد ما طفينا بقى البوتاجاز. ويا رب تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك، ومع السلامه.